تخيل ان انت كنت نايم وصحيت تاني يوم الصبح ولقيت نفسك في امريكا. في امريكا من غير لا فيزا ولا اي حاجة. فتحت عينيك لقيت نفسك في مكان غريب، بتبص من الشباك لقيت فيه عالم امريكا ومباني غريبة وحاجات غريبة وناس كلها حواليك متعرفهاش. يا ترى هتتصرف ازاي؟ هتتعامل مع الموضوع ولا هيبقى صعب عليك؟ هي دي بالظبط التجربة اللي احنا عايزين نعيشها النهاردة. ازاي اعيش يوم كامل بتكلم انجليزي بس، واكني صحيت في يوم لقيت نفسي في امريكا. كل الناس اللي حواليا بتتكلم انجليزي ولازم اتكلم معاهم برضو عشان اعرف اعيش. يعني انا محتاج اكل ومحتاج اشرب ومحتاج اروح الشغل ومحتاج اعيش يوم كامل زي اي مواطن عادي. تعالوا نشوف لو عشنا يوم كامل بنفس الترتيب بتاع الاحداث اللي بتحصل لنا كل يوم بس بالانجليزي هيكون شكله عامل ازاي، وايه الكلمات والجمل اللي احنا ممكن نستخدمها خلال اليوم ده. Good morning, America. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Did you sleep well? Did you sleep well? Did you sleep well? Did you sleep well? Good morning. Did you sleep well? يعني صباح الخير، نمت كويس؟ طبعا كلنا عارفين معنى كلمة good morning، مش محتاج ان انا اشرحها، لكن اللي يهمني انك تعرفه التوقيتات اللي بنستخدمها فيها. يعني good morning دي ممكن اقولها من اول الفجر لغاية الساعة 12 الظهر، ومن 12 الظهر لغاية غروب الشمس نقدر نقول good afternoon، ومن بعد غروب الشمس نقدر نقول good evening. زي بالظبط صباح الخير ومساء الخير. عمرك ما هتقول لواحد مساء الخير الساعة 10 الصبح، ولا هتقول لواحد صباح الخير الساعة 9 بالليل. وفي ناس برضو ما بتقولش good morning كاملة، ممكن تقولك morning يعني صباح الخير برضو، فلو سمعتها ما تستغربش. وجملة did you sleep well اعتقد مش محتاجة شرح كتير، هي شرحة نفسها، انت نمت كويس بس كده. وبصراحة انا جعان وعايز اكل لقمة قبل ما اروح الشغل. لا، هو انا مش جعان، انا ميت من الجوع. عارف يعني ايه ميت من الجوع؟ hungry؟ لا مش hungry، بقولك ميت من الجوع. ميت من الجوع يعني ما تيجي نشوف. What's for breakfast? I'm Coffee smells great. Come on, I'm starving. How about some breakfast? I'm starving. She's starving. I'm starving. What's for breakfast? I'm starving أو I am starving، يعني أنا جعان جدا، ميت من الجوع. هو ده التعبير اللي أنا كنت بدور عليه. طيب كده فطرنا والأمور بقت تمام، أظن بقى كده جه الوقت إن احنا نروح الشغل. أشوفكم هناك. لو عجبك الفيديو لغاية دلوقتي يا ريت تعمل لايك وشير مع كل الناس اللي حواليك، وتأكد إنك اشتركت في القناة عشان ما يفوتكش أي درس جاي، وتشوف كمان كل الدروس اللي فاتت. ويلا نكمل. ياه، ايه الزحمة دي؟ حتى في امريكا الدنيا واقفة. انا اتأخرت جدا على الشغل، مش عارف اعمل ايه. ايه ده؟ الشركة بتتصل بيا، استر يا رب. الو؟ ايه محمد، انت ما جيتش ليه؟ يا خواجة ازيك، عامل ايه؟ لا ده انا في السكة وخلاص، انا مسافة السكة يعني. الناس كلها هنا محمد مستنيينك عشان الميتنج. ايوه طبعا انا عارف يا خواجة ان احنا عندنا الميتنج ده، بس انا معلش انا I'm running late. محمد انا عارف ان انت running late، بس انت ليه running late محمد؟ معلش يا خواجة، اصل الدنيا زحمة هنا قوي وانا I'm stuck in traffic. تقول ايه محمد؟ انا مش سامعك. بقول لك خواجة I'm stuck in traffic. اوكي. طب محمد اوكي no worries، انا عارف ان ده اول يوم ليك هنا في امريكا، خلاص ما تتأخرش. اوكي محمد؟ تمام يا خواجة، دقيقتين وهتلاقيني عندك. سلام محمد. مع السلامة يا خواجة. طبعا انا ولا نص ساعة عشان اوصل المكتب، السكة زحمة جدا. بس احنا ممكن نلخص المكالمة دي في جملتين مهمين لازم نفهمهم. اول واحدة I'm running late، ودي معناها اني متأخر عن الميعاد المفروض اوصل فيه. يعني لو انا معادي 8 بالظبط وانا على بعد نص ساعة من المكان ده، يبقى كده انا running late. I'm running late too. I'm running late. I'm running late. I'm running late. اما الجملة التانية فهي I'm stuck in traffic، يعني انا مزنوق او عالق في زحمة المرور، بمعنى ان كل العربيات اللي حواليا واقفة وانا واقف معاهم، لا عارف اروح لا يمين ولا شمال. I'm stuck in traffic. Stuck in traffic. I was stuck in traffic. Sorry, bus got stuck in traffic. Stuck in traffic. I got stuck in traffic. We need a staff meeting. Everyone, a staff meeting. Oh, not again. Staff meeting. Staff meeting. We have a staff meeting. Staff meeting, everybody. Staff meeting.
staff meeting أو اجتماع للموظفين أو العاملين في الشركة. والاجتماع ده بيتم ما بين مدير الشركة والموظفين بتوعه علشان يناقشوا شوية مواضيع خاصة بالشغل، زي مثلا new reports تقارير عن أداء الشركة زي حجم الإنتاج، المبيعات وحاجات شبه كده، أو البروجكت updates مثلا يعني المستجدات وآخر الأخبار على البروجكت اللي احنا شغالين عليه أو المشروع، وأي تغيرات في الميزانية وحاجات شبه كده. وممكن يكلموا برضو على النيو policies أو البروسيجرز اللي هي السياسات الجديدة أو الإجراءات الجديدة، ودي أي شركة دايما بتعلن عنها في اجتماعات شبيهة لكده عشان تضمن أن الناس كلها عرفت إيه هي السياسات الجديدة أو الإجراءات اللي احنا لازم نتخذها. وبرضو ممكن يتكلموا على النيو هايرز أو البروموشنز، يعني التعيينات الجديدة أو لو في حد اترقى فبيعلنوا عنها برضو قصاد كل الناس عشان كل الناس تعرف مين اللي جه جديد وانضم للفريق بتاعنا والمنصب الجديد بتاعه بقى ايه. كل المناقشات والمواضيع دي بتتم في الستاف ميتنج. لكن خليني اقولك برضو في كلمة شبيهة للستاف ميتنج وبتستخدم كتير جدا في امريكا عشان تدي نفس المعنى، وهي هادل. وكلمة هادل برضو يعني اجتماع، بس بيبقى اجتماع مصغر شوية، يعني بيبقى مجموعة صغيرة من الموظفين وغالبا بيتعمل بشكل يومي، وبيبقى مدته قصيرة من 10 ل 15 دقيقة، وبرضو بيناقشوا فيه حاجات سريعة عن الابديتس والبروسيجرز واي حاجة جديدة، بيخلوك دايما على دراية باي مستجدات حصلت في خلال اليوم ده. وكلمة هادل دي بتلاقيها ظاهرة قوي في الالعاب الرياضية، يعني زي الامريكان فوتبول او الباسكتبول، بتلاقي الفريق متجمع كله في دايره والكابتن بتاعهم عمال يشجعهم ويقول لهم هنكسب النهارده وهنعمل، ويقعدوا يحمسوا في بعض ويشجعوا في بعض. هو ده الهادل بالظبط. وعشان كده في الشغل ابتدوا يستخدموه عشان يبين ان احنا تيم واحد وهنقدر نحقق كل الاهداف بتاعت الشركه ونحقق الارقام ونجيب التارجت وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده. هو بيبقى نوع من التحميس والتشجيع، هو ده اللي اسمه هادل. I'm just going to grab some lunch. And let's grab lunch. Oh, grab some lunch. Do you want to grab some lunch? I'm just gonna go grab some lunch. grab some lunch يعني أروح أجيب أكل عشان أتغدى. لكن كلمة grab لوحدها بمعنى يمسك أو ينتزع، لكن لما بستخدمها مع الأكل فبيبقى معناها أن أنا هروح أجيب أكل عشان أتغدى. وعشان وقت الغدا في أمريكا بيبقى حوالي الساعة 12، فده طبعا بيبقى وسط ساعات العمل. فالامبلوير اللي هو صاحب الشغل أو الشركة اللي أنا بشتغل فيها بتديني وقت اسمه lunch break أو ميعاد الراحة للغدا، والوقت ده ما بيقلش عن 30 دقيقة وفي الغالب ما بيزيدش عن ساعة. ففي الوقت ده تقدر تروح تشتري أي أكل أنت عايزه، أو حتى لو أنت جايب أكل معاك ممكن تروح البريك روم، المكان المخصص أن أنت تقعد تاكل فيه وتكمل وجبتك عادي جدا وترجع للشغل بعد انتهاء الراحة. Good night. Have a good weekend. 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 والويكند زي ما انتوا عارفين هي عطلة نهاية الأسبوع، فمع نهاية الأسبوع وأنا مروح من شغلي وخلاص بكرة هيبقى أجازة فبقول للناس have a good weekend. فدي بتبقى أشهر جملة وتقريبا أحب جملة الناس بتحب تقولها وهي مروحة من الشغل في آخر يوم في الأسبوع. ففي أمريكا الويكند بتاعهم يوم السبت والحد، لكن في مصر والدول العربية بيبقى الجمعة والسبت. فلو انت في مصر وخلاص مروح يوم الخميس قبل ما تمشي من الشغل بتقول لكل زمايلك have a good weekend. كان يوم متعب بس عاد على خير الحمد لله. يا ترى نزل الحلقة جديدة بتاعت الأسبوع ده ولا لسه؟ لما نشوف. بكده نكون وصلنا لآخر جزء في حلقتنا النهاردة، وهو سؤال الحلقة. هعرض لك دلوقتي جملة اتقالت في أكتر من مشهد، وانت كل اللي عليك انك تسمعها كويس جدا وتكتب في التعليقات الجملة دي كانت ايه بالظبط. لو حابب تكتب معناها بالعربي مفيش مشكلة. والدرس الجاي الجملة دي هتبقى أول حاجة هنتكلم فيها وهنشرحها، هندي عليها أمثلة ونقول معناها والمقصود بيها كمان. تعالوا نسمعها. It is what it is. 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 Yeah, it is what it is. That's right. It is what it is. ايه السؤال ده؟ أنا هخش أنام أحسن. ايه الأصوات دي؟ هو أنا كنت بحلم ولا ايه؟ هو النهارده ايه؟ الجمعة؟
طب ما ده الويك اند بتاع مصر. طب كويس، اكمل نوم بقى. سلام. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم